قال الله تعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله. عمر بن الخطاب لماذا لم يطع الرسول يا شيخ؟ كان يقلد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في صلح الحديبية، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحو كلمة رسول الله، فرفض علي بن أبي طالب وقال: والله لا أمحوها. فكان عمر بن الخطاب يقلد الإمام. أين قال الإمام علي في كتب الشيعة: والله لا أمحوها يا مدلس يا ابن الكذابة؟ هي أمك اللي علمتك الكذب يا حيوان. أين قال الإمام علي في كتب الشيعة يا حيوان؟ يلعن أبوك كلب ابن الكلب، تتطاول على الإمام علي وتكذب على الإمام علي وعلى رسول الله يا حيوان. يلعن أبوك كلب علشان شوية فلوس تأخذهم. أين قال؟ تتطاول على الإمام علي يا حيوان، تجيبوا لهذا ابن صهاك الوسخ النجس تبعكم هذا. أين قال؟ والله علشان تحاول إنك تطلع من السؤال. لماذا لم يقدم عمر هذا الكلام؟ لماذا؟ النبي قال آتوني، والله قال آتوا علي. آتوني والله آتوا علي. تفو عليك وعلى اللي رباك يا وسخ. لعن أبوك كلب ابن الكلب، تتطاول على النبي وعلى الإمام علي على آل البيت يا حيوان. أنت مين يا نجاسة يا ابن النجاسة؟ لعن أبو شكلك حيوان. بعدين عمر بن الخطاب لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ لماذا؟ في ماذا؟ كتابة الكتاب. في كتابة الكتاب. حلو. نعم. من الذي يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من لا أعلم. علي بن أبي طالب. نعم. النبي قال آتوني والله آتوا علي. ما له عليه هون في الكتابة؟ قال النبي آتوني أكتب لكم، يعني النبي اللي حيكتب مش علي حيكتب. يا كلب يا ابن الكلب، تتطاول على الإمام علي، تفو عليك وعلى أهلك يا حيوان. يلعن أبوك حيوان واحد. يبقى علي برضه معاه، صح؟ نعم. شكرا. أنت أهم حاجة عندك تطعن بالإمام علي وفي آل البيت. يا نجس يا إبليس يا وسخ. والله العظيم أبوك وأمك أبالسة اللي جابوا إبليس كذاب زيك. تفو على أمك وتفو على أبوك يا حيوان يا ابن الكلب. أنا الفيديو ده أشرحه لكم بكل بساطة. طبعا ما استطاع أنه يعمل أي شيء، فطلع بالفيديو ده وكأنه يعني انتصر على وليد إسماعيل حق انتصار وبتاع وكده، وأفحمني وأعطاني البوم كمان. تمام. الغبي أنا كنت بشرح أن علي بن أبي طالب عندما رفض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، عندما قال له أمحها يا علي. الإمام علي لا يطيع النبي يا زبالة يا ابن الزبالة. إلا عن أبوك كلب ابن الكلب، هذا الحيوان ابن صهاك النجس ابن النجس تبع عبادة الأصنام الذي يتداوى بماء الزبالة، هو الذي رفض. يا كلب يا ابن الكلب، بتدافع عن النجاسة على آل البيت يا حيوان يا ابن الحيوان. هؤلاء آل البيت، آل البيت يا حيوان. أقسم بالله أنا ما بسب أحد إلا أنت يا كذاب يا ابن الكذاب. ما عاد فيني صبر عليك. لعن أبوك وسخ نجس. فعلي لم يمحوها، فقال طيب علي الصحابي كده عصى النبي. فأنا بقول اللي أنا بناقشه، وعمر فعل مثل ما فعل الصحابي، طبق سنة الصحابي علي بن أبي طالب، فلم يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، فالاثنين سواء. فقام جاي ده بكل بساطة قال له طيب يبقى أنت كده دخلت عمر وأبو بكر وعلي الصحابي في النار بدليل قوله ومن يعص الله ورسوله إلى آخر. يا غبي يا غبي، غبي يا ابن الغبي يا حيوان يا ابن الحيوان. الكلام ده لو هي الروايات موجودين عندنا احنا بس كان ممكن تقول الكلام دوت. يعني انت ما حلتش الإشكالية. الإشكالية تحلها لما تجيب الروايات اللي عندك وتقول ان علي بن أبي طالب لم يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، فكده يعني علي الصحابي عندكم هو اللي في النار. يا غبي. ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. أين قال الإمام علي والله لا أمحوها؟ أين قال في كتب الشيعة؟ قدامك الكتب يا حيوان يا ابن الحيوان. أين قال والله لا أمحوها في كتب الشيعة؟ لعن أبوك واحد وسخ. لكن أنت بتضحك على أتباعك وتقول طالما أنت قلت إن علي عصى النبي وعمر عصى النبي، يبقى الاثنين علي الصحابي
وعلي وعمر بتاع الصحابي، يبقى كده الاثنين في النار، بدليل قوله وما كان للمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكده خلاص يبقى الاثنين في النار، ده صحابي وده صحابي في النار. طب ما انت غبي ما رديت الشبهة أساسا، فالله المستعان. صدقنا الكذبة اللي انت كذبتها، لا تقولش الشبهة يا حيوان، بتقول الكذبة اللي انت كذبتها يا ملعون الوالدين اللي عن ابوك. من تجي للامام علي او لآل البيت انا مخي هذا يفتل، يعني فاهم؟ مخي يفتل. عايزه البلد دي يبقى فيها بني ادمين عارفين قيمتها، لان البلد دي اللي موطيها ناسها. بطلوا قرف بقى، قيمتكم بترموها وتدوسوا عليها وفاكرين ان هيبقى لكم قيمه بعد كده. الفن المصري بيدي قيمه، في وسط عايشين مالهمش قيمه وهيموتوا ولا حد هيضرب. انتوا طبعا الناس الجهله ما تعرفش الكلام ده، هتفضلوا تبهدلوا وتدبحوا في الفنانين يا شعب مصر كتير. قرف دول اللي ريحتها رجلين، اللي ريحتها وحشه، اللي ما بيستحموش، اللي ما بيضحكوش، اللي اسنانهم مجلخه، اللي لبسهم منتن، اللي ريحه عرقهم تعمل لحد 10 كيلو. انا مخنوقه قوي من الناس اللي في مصر اللي روحها ضلمت، وبتوع شيطان وبتوع ضلمه وبتوع كره وبتوع شتيمه وبتوع قله قيمه، عشان هم دي عيشتهم.